السلام عليكم. النهارده هنبدأ في الجزء الخاص بالفانكشنز، ازاي ان احنا نكتب فانكشن وايه اهم الفانكشن في الاكسل اللي احنا بنبقى دايما محتاجينها بشكل دائم في اعداد التقارير والبرامج في الاكسل. انا هنا حطيت مجموعة من الفانكشنز اللي انا دايما بحب ان انا استخدمها، وبرضو في فانكشنز كتير جدا في الاكسل، مش دي بس، ولكن دي اكترهم استخداما. طبعا زي ما قلنا في هنا حاجة عندنا في الاكسل اسمها فورمولاز، فيها كل انواع الفانكشن او متجمعين ككاتيجوري. تمام، يعني هنا بيقولك الفانكشن اللي دايما الفاينانشال بيحتاجوها، الفانكشن ليها علاقة باللوجيكس اللي هي الاف واستخداماتها، الفانكشن ليها علاقة بالتكست ودي ممكن نبقى نتكلم عليها في المرحلة الجاية، فانكشن ليها علاقة بالديت. تمام، ودي برضو فانكشن ليها علاقة بطرق البحث وهكذا. تمام، وهنا برضو في انواع كتير لسه من الفانكشن ليها علاقة بالستاتيك وغيره، اللي هي الحاجات اللي هي الناس بتحتاجها في الاحصاء وهكذا. تمام، فاحنا هنتكلم عن اهمهم النهاردة. هنبدأ الاول بالفانكشن اللي هي f. فانكشن f تستخدم في اللوجيكس، يعني لما احب اختار كذا اختيار، تمام، او في ادخال معين هدخله من بين اختيارات كتير، فانا عايزه قاعده f، تمام، تبقى عباره عن الكويشن، السؤال اللي انا بساله. لو انا بدخل الاختيار ده فعلى اساسه اديني النتائج اللي احنا هنقولها. طيب انا هنا عايزه اقوله ان لو اللي في الخليه K3 رقم 1، تمام، قولي true، ولو رقم 0 قولي false. اي فانكشن عشان اقدر ابدا اي فانكشن في الاكسل، تمام، بقف في الخليه اللي حكيت فيها الفانكشن، واول حاجه ادخلها هي علامه الايكوال او اللي هي يساوي. هدخل علامه يساوي، بمجرد ما ادخل علامه يساوي هيبدا اي حاجه هكتبها، هيبدا الاكسل يديني suggestions او اقتراحات. وانا لما كتبت حرف الاي اللي هو اول حرف في كلمة اف، بدأ يديني هو انت عايزة اف ولا عايزة اف ايرور ولا اي حاجة ليها علاقة تبدأ بحرف الاي. ان هو بدأ يظهر لي الفانكشن، فاهم ان انا بكتب فانكشن مش بكتب جملة عادية او كلام عادي. تمام، فانا اقول له اف حاجة من الاتنين، يا بضغط على بعمل دبل كليك على كلمة اف او بعمل تاب من الكيبورد. زي ما انتم شايفين اتفتحت الفانكشن، وهنا طلعت لي زي كومنت كده بيقول لي ان احنا عشان نكتب فانكشن او الاف فانكشن هحتاج ادخل 3 عناصر. العنصر الاول ان انا ادخل التست او اللوجيكال تيست. يعني ايه؟ يعني ان انا عايز اقول له لو الكي 3 فيها 1، تمام، يبقى كي 3 فيها 1، الجملة دي ده كده التست اللي هو انت اختبر كي 3 هل فيها 1. تمام، فده احنا هنعمله ازاي؟ انا كده فتحت الفانكشن وبقى في القوس اهو مفتوح اللي هو بداية الفانكشن. هروح على كي 3 واضغط واعمل كليك كده على كي 3، تمام، فبقت يظهر هي كي 3. يبقى هو انا عشان احدد خلية بمجرد ما اضغط عليها، تمام، هيتم اختيارها على طول. وتقدروا برضو تراجعوا المعادلة من هنا من الفورمولا بار اللي هنا. تمام، فانا كده قلت كي 3 بتساوي 1، يبقى انا كده بسأله هي كي 3 الخلية اللي انا فيها كي 3 فيها 1. طيب لو هي فيها 1 يبقى كده ترو، يعني كده صح. لو هي صح فيها 1 دي بقى الجملة اللي بعديها. فانا عشان ادخل في الجملة اللي بعديها اللي هي جملة اللي هي النتيجة بقى، لو هو 1 هتقولي ايه؟ الاول هعمل زي ما هو مبين لك كده في فاصلة وعليها نقطة، فلازم دي اعملها. تمام، ودي من الكيبورد كده. انا لو تلاحظوا ان دي ما بقتش متحدده بالغامق، ودي اللي بقت متحدده بالغامق اهي بقى لونها رصاصي غامق. ليه؟ لان هو كده بيفهمني ان انا في الجزء التاني من الفانكشن اللي هي تحديد لو الجمله صح يبقى انا اعمل ايه. اقول له مثلا اكتب لي true، اي حاجه بقى،
فانا هعمل دبل كود وهقول له true. قول لي كلمة true، لو لقيتها كده فعلا صح اكتب لي كلمة true. وهعمل تاني فاصلة وعليها نقطة اللي هي سيمي كولون، راح دخلني للي بعديها زي ما انتوا شفتوا اللي هي ايه، اللي هي لو الفاليو if الفاليو false، لو الفاليو غلط نعمل ايه، اقول له مثلا غلط، اكتب لي كلمة غلط. تمام، وهقول له enter. لو تلاحظوا كلمة true هي اللي بقت ظاهرة دلوقتي، تقلها كده. تمام، فانا لما دخلت 1 قال لي true. ليه؟ لان انا قلت له لو الكي 3 او كي 3 بتساوي 1 قولي ان هي true. طب لو بتساوي false قولي ان هي false. يبقى ترتيب الفانكشن في الاف ان انا الاول اكتب الاختبار اللي هو السؤال، او ان انا اقول له انا عايزه دي المفروض يكون فيها ايه، الخليه دي يكون فيها ايه. بعدين الترتيب الصح انه بعد كده يديك الاجابه الصح او الاجابه الغلط. يبقى اللوجيكال الاجابه الصح او الاجابه الغلط، ده الترتيب اهو. دي الاجابه الصح لو القيمه فعلا 1، ودي الاجابه الغلط لو القيمه مش 1 او لا تساوي رقم 1. وارجع تاني اضغط انتر فبقى 1. لو قلت 0 هيقولي فولس. تمام، لو قلت اي رقم برضو فولس بالنسبه لي، لازم 1 يا اما لا. طيب ايه تاني مثلا احنا ممكن نعمله لاف؟ احنا ممكن نبدا ان احنا نلعب في اللوجيك شويه. بمعنى انا ممكن اقول له تمام قول ان الفانكشن دي ترو لو الرقم الموجود في الكي 3 في الخليه الكي 3 مش شرط ان هو يكون 1، لو هو اصغر من او يساوي 10. يبقى انا لو قلت 0 فانا ترو، لو قلت 1 فانا ترو، لو قلت 9 فانا ترو، لو قلت 10 انا ترو، لو قلت 11 انا هنا فولس. طب نيجي نعملها. هنضغط تاني. احنا ممكن نعدل في الخلية ولكن خلينا ان احنا نكتبها تاني عشان الخطوات تكون ظاهرة. خلينا نمسحها خالص. تمام، هعمل equal، هقول if، هضغط تاب، هضغط على الخلية اللي هي كي 3، هقول لو الكي 3 اصغر من او يساوي، يعني اصغر من او يساوي بالترتيب، الاصغر من وبعدين يساوي، لو انا عايزة اقول كده ما اقولش يساوي اصغر من 10. وهعمل السيمي كولون او الفاصلة النقطة، وهقول الستيتمنت بتاعتي او الجملة بتاعتي اللي هي قول ان هي true، او خلينا نكتبها بالعربي صح. تمام، وهضغط انتر. تمام كده. فانا كده قلت له لو هي اصغر من اصغر من او يساوي 10، يبقى لو الكي 3 او الكي 3 اصغر من اي رقم فيها اصغر من او يساوي 10 قولي ان هو صح. فانا بقول 1 قال لي صح، ولو قلت 0 هيقول لي صح، قلت 5 هيقول لي صح، لو قلت 10 هيقول لي صح. طب لو قلت 11 هيقول لي غلط. ليه؟ لان انا حددت له الطريقه اللي يفهم بيها القيمه بتاعه الخليه. قلت له الخليه اي قيم فيها تساوي 10 او اصغر اعتبرها صح، لو هتعدي 10 اعتبرها غلط. حددت له القيم اللي يوافق عليها والقيم اللي يعتبرها غلط. ودي حاجه يعني دي من الحاجات الكويسه جدا في اف، بتساعدني قدام في شغل اكتر. مثلا بتساعد في الشغل الخاص بدرجات الطلاب، والشغل في المحاسبه للHR، هي بتساعد في كله. فكره اف وفكره ان انا اطبق فيها اللوجيك تمام، او الادخالات اللي هي يعني مش عارفه اقولها ازاي، بس هي اللوجيك تيست، ان انا ادخل حاجه بشكل منطقي واحدد بيها الاف، وخلي الاف ان هي تساعدني في ان انا اعرف احدد النتائج بتاعتي. فده بيبقى حاجه ممتازه جدا، بتسهل عليا طريقه الشغل.